بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قناة محمد الحشاش عاشق الكيان، ونقدم فيديو جديد وحلقة جديدة. موضوع الحلقة بالذكرى 116 لتأسيس ومولد قلعة البطولات النادي الأهلي العالمي، ورسالة خاصة من مارسيل كولر في الذكرى. قبل ما نبدأ حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة خاصة للمارد الأحمر وجماهيره احتفالا بمرور 160 سنة على تأسيسه. وكتب مارسيل كولر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: زي النهاردة من 116 سنة تأسس النادي الأهلي كمؤسسة وطنية قائمة على القيم والمبادئ. 116 سنة من المجد، 116 سنة من الإنجازات والبطولات. عيد ميلاد سعيد يا أهلي. وتحتفل مشجعو الأهلي اليوم الاثنين بالذكرى 116 لتأسيس القلعة الحمراء في جميع أنحاء الوطن العربي. وقد تمكن الأهلي عبر التاريخ من كتابة اسمه بأحرف ذهبية مصرية وعالمية مع الأندية والعديد من البطولات. أصبح الأحمر ملكا على منافسيه. الهدف التنظيمي والوطني بداية كانت مجرد فكرة وضعها عمر لطفي بيك رئيس نادي المدرسة الثانوية في ذلك الوقت، وهو نادي وطني تأسس سنة 1905 لتوحيد الشباب المثقف في مصر الذي قاوم الاحتلال البريطاني، قبل أن يقترح الباحث القانوني عمر لطفي فكرة إنشاء نادي رياضي موازي لكثير من كبار السن، وكان بقيادة صديقه قديم وزعيم الشخصيات المصرية مصطفى كامل. تاني معلومة: اسم الأهلي. تم اختيار اسم الأهلي لاحتوائه على خاصية الوطنية وترجمة لكلمة ناشونال يعني وطني، وطنية أي وطنية. أول رئيس في اجتماع استقال عمر لطفي بيك من موقعه التاريخي كأول رئيس للنادي الأهلي، وسهل عملية الدعم المالي لصالح ميتشل إنش، وهو رجل إنجليزي عمل مستشار لوزارة المالية في ذلك الوقت. عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة النادي الأهلي يوم 24 أبريل 1907، واجتمعت اللجنة في 5:30 مساء في منزل أنس بالجيزة برئاسة وعضوية إدريس راغب بيك، إسماعيل سري باشا، أمين سامي باشا، عمر لطفي بيك، محمد أفندي شريف إلى الأمانة. حجر الأساس: تمت الموافقة على تأسيس النادي، وقدم إسماعيل سري باشا كمهندس معماري مشروع المبنى الرئيسي للنادي. وفي نفس الجلسة قدم عمر لطفي بيك عقد وأسهم شركة النادي الأهلي الرياضي. تم عرض حصة في الشركة بمبلغ 5 جنيهات استرليني. كان الهدف من التأسيس للنادي الأهلي هو جمع 1000 سهم
في 5 جنيهات استرليني، يعني 5000 استرليني. ولكن في عام واحد تم جمع 3165 جنيها استرليني فقط، وهذا لم يكن كافيا، مما أجبر النادي على اقتراض 1000 جنيه استرليني من البنك الأهلي في مارس 1908 بضمان عمر سلطان بيك وإدريس راغب وطلعت حرب. في 19 يونيو 1907 حصل الجيل الأول من أبناء النادي الأهلي على عقد إيجار رمزي ب4 أفدنة و8 قراريط و17 سهما من الأرض التي حصل عليها المؤسسون من هيئة أملاك الدولة، جنيه واحد في السنة لمدة 10 سنوات. اسم ومدير جديد. بعد ذلك قرر الاجتماع العام للنادي رئيسه الفخر الأول الزعيم سعد زغلول باشا وزيرا للتربية حينها اختيار اسم النادي الأهلي للرياضة البدنية لأول مرة بدلا من الألعاب الرياضية، أقيمت في فبراير 1908 بناء على افتتاح المؤرخ المصري أمين سامي باشا. في 2 أبريل 1908 استقال ميشيل إنجا من رئاسة النادي، وعين عزيز عزت باشا رئيسا ليصبح أول رئيس مصري لمجلس إدارة الأهلي. وجرت مراسم الافتتاح الرسمي للنادي الأهلي يوم 26 فبراير 1909 في المبنى الرئيسي للنادي، وحضرها الإنجليزي أنس رغم استقالته وعودته إلى بلاده. فريق كرة القدم الأول. لحظة تاريخية في عام 1911 تم تشكيل أول فريق رسمي لكرة القدم باسم النادي الأهلي، وتألف الفريق من لاعبي المرحلة الابتدائية والثانوية الذين لعبوا الكرة على ملعب الحوش الذي أقيم في النادي عام 1909. الأرض شرف كل من حسين فوزي وإبراهيم عثمان ومحمد بكري وسليمان فائق وحسن محمد وأحمد أنور وحسين حجازي وعبد الفتاح طاهر وفؤاد درويش وحسين منصور وإبراهيم فهمي بارتداء الزي الأحمر لأول مرة. نجم هذا الفريق كان المهاجم حسين حجازي أسطورة عصره وأحد عمالقة تاريخ الكرة المصرية، ولعب دورا بارزا في تطوير اللعبة وتأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1921. وكان كابتن الفريق أحمد فؤاد أنور أول كابتن أو قائد في تاريخ الأهلي. شعار الأهلي. في 3 نوفمبر 1917 صمم محمد شريف صبري بيك عضو النادي وعم الملك فاروق أول شعار للأهلي، وكان على شكل بيضاوي مع تاج الملك المصري خال الملك في الأعلى. كان يرمز إلى الحكم الملكي في مصر في ذلك الوقت، وكتب في الأسفل النادي الأهلي، ثم كان هناك نسر طائر في المنتصف. عضوية السيدة كوكب الشرق أم كلثوم. في عام 1916 تم فتح عضوية النادي الأهلي لأول مرة للسيدات، وكانت المطربة العربية أم كلثوم من أوائل المتقدمين للحصول على عضوية النادي لحبها وتشجيعها للنادي الحقيقي. وفي نفس العام عين عبد الخالق ثروت باشا رئيسا للنادي خلفا لعزيز عزت باشا، وكان أحد إنجازات ثروت باشا أول من أصدر قانون النادي في يناير 1916.
ألعاب أخرى. في عام 1916 بلغ عدد الرياضيات داخل النادي الأهلي 4: كرة قدم والتنس والبلياردو والجمباز. ولأول مرة في تاريخ الكرة المصرية لعب فريق الأهلي كرة القدم في مدن مختلفة من مصر، وتجول داخل مصر للترويج لكرة القدم وثقافتها، حيث لعب الأهلي في الإسكندرية وبورسعيد وأسيوط والإسماعيلية. واجه الفريق بقيادة النجم حسين حجازي العديد من الفرق، بما في ذلك الفرق الأجنبية التي يملكها الجيش البريطاني، مما زاد من شعبية اللعبة الجديدة في مصر. أول ملعب كرة. على الرغم من أن لعبة كرة القدم لم تكن من أهداف مؤسسي النادي الأهلي، إلا أن أعضاؤها وقعوا في حب اللعبة، لأنها كانت ناديا مصريا فتح أبوابه للقاء وممارسة الجوازات السياسية والوطنية للأطفال. المدارس ألهمت هذه اللعبة الجديدة الأهلي ببناء أول ملعب لكرة القدم في عام 1909، والتي أطلق عليه اسم الحوش في ذلك الوقت، فيما بعد سمي مختار التتش. تطور ملعب كرة القدم في الأهلي على مر السنين، وأصبح الملعب اللمسي أحد معالم النادي الأهلي الذي مثل مهد بطولة أندية القرن، التي جلبت العشرات من المواهب الاستثنائية لكرة القدم المصرية. دور الأهلي في تمصير المجموعة والفوز بالقمة الأولى. قبل النادي الأهلي شراكة مع النادي المختلط الخاضع للسيطرة الأجنبية آنذاك الزمالك الآن، في لفتة تهدف إلى إظهار قوة الأندية المصرية للفرق العسكرية المتحالفة التي أنشأتها بريطانيا في مصر، مع تنافس القطبي الكرة المصرية على أرض كل فريق الأول مرة. أقيمت المباراة الأولى في 9 فبراير سنة 1917 على ملعب الزمالك، وفاز الأهلي بهدف لعبد الحميد محرم، مما منح الأهلي الفوز 1-0، وجعل اسم محرم محفورا إلى الأبد في تاريخ الكرة المصرية كأول هداف للقمة. وجرت مباراة الإياب في مارس، وفاز الزمالك ب1-0 أيضا بالنتيجة. 14 معلومة. الأهلي وتشكيل المنتخب المصري. لعب الأهلي بعضا من أفضل أدوار في كتب تاريخ كرة القدم المصرية، حيث قاتل إلى جانب الزمالك والسكة الحديد والإسكندرية والاتحادات المصرية لتشكيل أول فريق كرة قدم مصري في أولمبياد أنتويرب عام 1920. تدخل على في الاختيار على الرغم من مطالب خواجة إنجيليو بولاناكي رئيس اتحاد الرياضات المختلطة الذي كان يحكم جميع الألعاب الرياضية في مصر. وبالفعل كانت مقاومة المنتخبات المصرية ناجحة، ولعب نجم الأهلي حسين حجازي دورا كبيرا في تكوين فريق ساهم فيه لاعبو الأهلي بأكثر من نصف قوته، بالإضافة إلى اختلاط لاعبين وعمال سكك حديدية سكة الحديد وترسانة. خسروا مباراتهم الأولى ضد إيطاليا 2-1، لكنهم تغلبوا على يوغوسلافيا 4-2 ليحتلوا المركز الثاني. وسجل المنتخب الوطني في هذه البطولة 5 أهداف، منها 4 أهداف سجلها سيد أباظة هدفين، وزكي عثمان وحسين حجازي من النادي الأهلي. فاز الشياطين الحمر
ب45 بطولة دوري عام، 43 42 بطولة دوري عام، و38 بطولة مصر كاس، و12 لقبا محليا، و7 ألقاب لدوري السلطان حسين، و16 لقب لدوري منطقة القاهرة، وكأس جمهورية الإمارات العربية المتحدة، ولقب كأس الاتحاد المصري. وفاز الأهلي بكأس الكؤوس الأفريقية 4 أعوام. وفاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 10 مرات. وتوج الشياطين الحمر بكأس القارات مرة واحدة وفي عام 2014. وفاز بكأس السوبر الأفريقي 8 مرات أعوام، آخرها 21. ولقب واحد في كأس إفريقيا وآسيا عام 2014. يتوج ريد جيني ب24 لقبا قاريا حتى الآن في تاريخه الطويل. جمع النادي الأهلي الدوري والكاس 15 مرة، كان أولها 1948 49 المؤسس الأول من مسابقة الدوري، والتي توج فيها المارد الأحمر. ونجح أيضا في الفوز بكأس مصر على حساب الزمالك في ذلك الوقت بفارق العمل الإضافي 3-1. وكان آخر تتويج للدوري والكاس موسم 19-20، حيث نجح الأهلي في الجمع بين الدوري والكاس المرة 15 بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح وقت بدء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. قبل ما نختم حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعليق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناة محمد الحشاش عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.